اليوم الحد او الاثنين تقريبا، وعشان كده نزل انها قبل اي حد. فما تنساش بقى اللايك الجميل، الاشتراك في القناة وشوية الكلام ده. ويلا ندخل على الحلقة في السريع. الحلقة الخامسة يا سيدي بتبدأ معانا قبل 11 يوم من دخول منظمة اسمها فيدرا، ودي كانت منظمة عاملة ملجأ عادي للناس، لكن اللي بيحكموا المنظمة دي كانوا شوية ظلمة من اللي قلبك يحبهم، فما فيش حاجة حرام إلا وكانت لهم لا بكل طريقة ممكنة. فعشان كده بعض المناضلين الشجعان خدوا على عاتقهم انهم لازم يحرروا البشرية جمعاء من هؤلاء الاشرار الاوغاد. ومن هنا بقى بدأ التنمر بقيادة الهانم الشريفة العفيفة الأمورة الجميلة كاتلين هانم، وعرفت تخلص على هيدرا، وبدأت تجمع كل العصافير اللي تعرفهم واللي ما تعرفهمش، وحطتهم في مكان عشان تسألهم على هنري. وهنري ده يا معلمين هو العصفور الأكبر في الليلة دي كلها، أو على الأقل بالنسبة لها. وقالت لهم إنهم لو قالوا على مكانه فيتحاكموا محاكمة عادلة ويعدموه. بس موضوع الإعدام ده سكتت عليه شوية، فواحد من العصافير قال لها، فضحكت كده وقالت له شكرا، وبتاخد بعضها وبتروح لباري وبتقول له يخلص عليهم. وبعدها بتخليه في المدينة كلها على هنري عشان عايزة تتكلم معاه كلمتين، وبكلمتين دي تقصد إنها هتخلص عليه. في نفس الوقت ده هنري يا سيدي كان مع أخوه سالم اللي ما كانش بيتكلم وبيتعامل بالإشارة أو الكتابة، وكان معاهم أبو كاتلين اللي خلصت عليه الحلقة اللي فاتت وهي بتتقطع من جواها يا عيني. كان معاهم اكل يا دوب يكفي 11 يوم، وده لحد ما يعرفوا هيعملوا ايه في المصيبه اللي هم فيها حاليا. وبعد ال10 ايام التمام بيتبعوا فيها نظام الزهد والتقشف اللي انا فيه بقالي 16 سنه. ابو كاتلين كان بره عشان يلقط رزقه ويشوف اي اكل، لكن ما بيرجعش، وبيعرفوا انه خلاص توكل على الله ومات. فهنري بياخد اخوه عشان يطلعوا من المكان، وساعتها بيسمعوا ضرب نار، ودي كانت الحادثه بتاعه جول. وطبعا بقوا عارفين انه عدو كاتلين، فعدو صاحبي والكلام ده، فبيطلعوا على المبنى اللي هم فيه وكلنا عارفين اللي حصل. جول اصحى يا بابا، يا ابن اصحى يا جول الزفت اصحى. فصحي على طول وشاف المنظر اللي كلنا عارفينه. هنري بقى بيقول له والله احنا مش عايزين نعور حد، فهنحط المسدس على جنبه، بلاش حركه كده حركه كده عشان ما نروحش في داهيه كلنا. فجول بيقول له تمام بلهجه من تمام كده. فهنري بيقول لك وبيقول له انت تتكلم كده ليه يا عم؟ وجول بيقول له لهجه ايه اللي بتتكلم بيها برضه بلهجه مش تمام دي؟ ودي كانت اللحظة اللي إيلي عرفت إنها لازم تدخل عشان ما تموتش. فبتقول له والله يا عم الراجل المجنون ابن المجنونة ده بيتكلم كده وعلى ضمانتي إنه مش هيعمل حاجة. فبينزل السلاح وأهلا مساء الخير وبتاع، وبيقعدوا يتعشوا سوا. وجول بيقول يلا شوفوا حالكم بقى. لكن هنري بيقول له أنا عارف إنك جاي المبنى ده عشان تلاقي طريقة للخروج، وكان عندي الطريق، وعايز جول عشان يفضي الطريق لو كان في أي مشكلة. وهنري بيشرح ليه كاتلين بتجري وراه، وجول كان سامع اصلا عن فيدرا كتير، ولما بيعرف ان هنري كان عصفوره بيرفض يشتغل معاه. لكن هنري بيقول له عندك حل تاني يا حب؟ وطبعا مفيش. فبيتفقوا على الخطه، واللي كانت انهم يبعدوا عن الشوارع النهائي عشان الشوارع كلها مليانه ناس وهيتمسكوا في ثانيه، والحل كان في الانفاق. طب اشمعنى المكان ده؟ فهنري بيشرح ان الكل فاكر انها مليانه زومبي، لكن هو عرف من واحد شغال في فيدرا انهم نظفوا الانفاق دي من زمان وهي دلوقتي فاضيه، فهم هينزلوا من هنا ويطلعوا على حدود المدينه ويكملوا طريقهم وخلاص. والله جدعان. فجول بيقول له امين. بيمشوا من الانفاق وجول بيمشوا قدام، وفي الاخر بيلاقوا نفسهم في قلب ملعب اطفال قديم، وبيعرفوا انها كانت احد المستعمرات اللي تحت الارض. لكن الناس كانوا أغبياء كالعادة، وهو دايما أغبياء خصوصا في الجامعات. ولو محدش مصدقني اسألوا جوستاف لوبين. إيلي وسام بيقعدوا في الخلفية كده يلعبوا ويهيصوا ويضحكوا ولكنهم هيموتوا كمان شوية. وهنا بيبدأ يشرح وبيقول القصة بتاعته، وهي إنه كان يعرف راجل طيوب وكريم وبتاع ومش عارف إيه وفي كل الصفات الحلوة، لكن هو قتل الراجل ده. وبيبدأ يفهمنا ليه، وبنعرف إن سام كان عنده سرطان في الدم وكان في علاج وحيد واللي كان مع هيدرا، لكن طبعا كانوا عايزين أي معلومة ضخمة يستعملوها. فهنا يسلمهم الراجل الأمير ده واللي كان أخو كاتلين وكان قائد المقاومة قبلها كمان. اما كاتلين في الوقت ده كانت في الاوضه القديمه بتاعتها، وباري بيدخل عليها وهي بتقعد تتكلم معاه عن اخوها، وبتقول له انه كان طيب وامير وبتاع ومش عارف ايه. وكمان لما شافته اخر مره في السجن قبل ما يموت كان عايزني اسامح هنري، لكن انا وليا شرانيه وهقتله، يعني هقتله. الرباعي المرح بتاعنا بيطلع من النفق والدنيا زي الفل. وطبعا هنري واخوه ما كانوش عارفين هيروحوا فين، لكن ارض الله واسعه. فايلي بتقول لهم انها ناويين يطلعوا على فين، وبتقول لهم كمان تعالوا معانا. فجول
بيبص لها بصه لو ما سكتيش انا اللي هخلص عليكي مش الزومبي، وهم كمان بيخافوا من النظره دي، لكن هي بتثبت في مكانها وبتقول لهم ده راجل في الفاضي كل ما عاوز منه حاجه بيقول لي على جثتي يا ايلي، وبعدها كل اللي عليا اعمله ان اطلب الحاجه دي مليون مره وهو هيوافق في الاخر. وساعتها بيلاقوا ضرب نار جاي عليهم من احد البيوت، فبيستخبوا ورا عربيه، وهنري كان ناوي يرجع النفق لكن معرفش، وساعتها جول سابهم في مكانهم وقرر يلف من ورا البيت ويدخل، وفعلا بيعمل ده وبيطلع على الاوضه وبيلاقي راجل عجوز، وطبعا مش هيقتله لكن الراجل كان عجز خلاص ومش عايز حاجه من الدنيا غير يبعت واحد زي جول عشان يخلص عليه، فبيرفع القناصه على جول لكن جول بيخلص على عربيه جايه في الطريق، وباقي الشله بتهرب، فجول بيمسك القناصه وبيخلص على السواق بتاع العربيه. اما هنري وسام وايلي فبيستخبوا ورا عربيه. كاتلين بتظهر وكانت فاكره ان اللي في البيت هو هنري، فبتقعد تكلمه بتقول له سلم نفسك بقى، وهو كان جنبها اساسا يعني، فتقريبا كده وانا واعوذ بالله من كلمه فانا اعتقد انها عايزه دكتور عيون دي ما بتشوفش. المهم انهم كانوا فخ موت خلاص، فهنري بيقول لها خلاص هطلع بس تسيب الاطفال عايشه، فهي بتستغرب وايه ده الصوت جاي من جنبي، وبتفكر كده في السؤال بتاعه لكن بتقول له لا هيموتوا معاك مفيش كلام. فهنري بيدي الاشاره لسام وايلي عشان يهربوا، وبيطلع عشان يخلي كاتلين تقتله، وجول طبعا مش هيعرف يعمل حاجه، لكن قبل ما كاتلين تضرب الرصاصه تمام بيسمعوا صوت بيت بيقع، وساعتها بيطلع من تحت الارض زومبيز كتير بيبداوا ياكلوا من البوفيه المفتوح اللي قدامهم ده، وطبعا الثلاثي المرح بيحاول يهرب وجول بيغطي على ايلي، والزومبي كان كتير فعلا فبتهرب العربيه، لكن زومبيايه صغنونه كده بتدخل من الشباك فبتاخد ديلها في اسنانها وبتجري من العربيه وبتنقذ هنري وسام من تحت العربيه اللي كانوا مزنوقين فيها بسبب الزومبي. اما شلتنا فعرفت تخلص على زومبي كتير، وساعتها بيسمعوا صوت الموسيقى تاني اللي هو البوس فايت لسه هيشتغل، وبيطلع عليهم زومبي طول بعرض بارتفاع عايز قنبله نوويه لوحده، والزومبي بيمسك باري المسكين وبيخلص عليه. اما الرباعي المرح فبيجتمع وكان هيهرب، لكن شرانيه هانم بتظهر عشان تخلص على هنري، وساعتها بنشوف نفس الزومبيايه الصغنونه بتنط عليها ولا اجدع قطه وبتخلص عليها. بعدها بنشوف الرباعي بتاعنا في قلب البيت وكل اتنين كانوا في اوضه، وجول بيقول لهنري انه ممكن يجي معاهم لو عايز، وهنري بيفرح وبيوافق. اما ايلي مع سام فكانوا قاعدين يلعبوا كالعاده، وهو بيقرر يقول لها انه اتعض، فبتقعد تفكر كده وبتقرر تقول له ان الدم بتاعها يعتبر دواء للمرض ده، وبتجرح نفسها وبتحط من دمها على الجرح على امر انه يشتغل، وهو بيقول لها تفضل سهرانه معاه وهي بتقول له وعد. لكن بنشوفها وهي بتصحى بعد ما تحول وبيهاجمها طبعا، وجول بيحاول يشيل السلاح عشان يخلص عليه، لكن هنري اللي بياخده وبياخد فتره عشان يشوف هيعمل ايه، وبعدها بيخلص عليه اخوه، وبيقعد نص ساعه عشان يعرف هو عمل ايه في اخوه اللي بيحبه، وبعدها بيخلص على نفسه. يعني دلوقتي وبكل بساطه ممكن تقول ان اخر 3 حلقات من المسلسل ما لهمش اي 30 لازمه، فايها الكاتب كفايه حلب لام المسلسل وامشي ورا ام اللعبه اللي انت كاتبها بليز وشكرا. طبعا إيلي وجول بيكملوا طريقهم، ويا عالم هل سيتم حلبهم ام هم من سيحلبون؟ وبس كده، سلام.